واجب تانية ثانوي في كتاب المراجعة. هنفتح تست 1 في صفحة 10. سؤال رقم 1: The new design is trending. يعني الديزاين الجديد ده هو ترند دلوقتي. The antonym of trending. trending يعني يبقى here is unpopular outdated. يعني trending يعني حاجة رائجة او متجهة او منتشرة، حاجة trend يعني. طيب عكس كلمة trend حاجة منتشرة يبقى unpopular و outdated. unpopular غير شائعة، outdated يعني قديمة. the comment is comprehensive شامل. الcomment ده شامل. here comprehensive can be replaced by يعني معنى كلمة comprehensive حاجة شاملة. thorough أو extensive. 1: helping her family is Amira's greatest يعني مساعدة عائلتها ده greatest duty أكبر أو أعظم واجب أميرة بتعمله. 2: not means impossible to move or pass through because something is in the way. blocked يعني محجوب. means impossible استحالة ان انت تتحرك او تمر because something علشان في حاجة في الطريق، يبقى دي معنى كلمة ايه؟ blocked. I couldn't enter the house because I had forgotten my keys at home. طب ليه اخترنا الماضي التام؟ ايه الحدث اللي حصل الاول؟ ان انا نسيت مفاتيحي في البيت، بعد كده خرجت، بعد كده رجعت فاكتشفت ان انا نسيتهم، فانا مش عارف ادخل البيت. يبقى ايه الحدث اللي حصل الاول؟ ان انا نسيت مفاتيحي، يبقى الحدث الأول ماضي تام. I had forgotten. 4: you will succeed in. يبقى succeed بتاخد حرف الجر n. passing the test if you study hard. انت هتعدي الامتحان لو انت ذاكرت كويس بجد. yesterday was cold but today is even colder. 6: honest employees. الموظفين الصادقين. follow the principles of honesty and accuracy. بيتبعوا ايه؟ follow the principles of honesty and accuracy مبادئ الصدق والدقة. ماشي؟ principles يعني مبادئ. 7: if they were rich. لو هم كانوا أغنياء they would donate money for charities. ده اللي هو السؤال مزيل، يبقى if they were rich they would donate. يبقى هتبقى ايه؟ wouldn't they. 8: balanced development means using resources. يعني التطور balanced المتزن. means using resources ان انت تستخدم المواد بايه؟ wisely بحكمة. 9: the man carrying a black bag is my new neighbor. طيب انا حطيت carrying ما حطيتش who is carrying علشان دي مبنية للمعلوم، فانا بقول the man، فانا مش زمان، فانا مش محتاجة احط who is carrying، يبقى the man carrying. 10: Egypt's unique position يعني موقع مصر المتميز او الفريد او وضعها او مكانتها المتميزة helps it well in regional development. بيساعدها جدا في ايه؟ في التطور الاقليمي. regional يعني اقليمي. you start the conclusion انت بتبدأ الخاتمة بايه؟ with to summarize بكلمة to summarize to signal the end علشان تشير بقى ان انت خلاص للنهاية، ان انت هتنهي الموضوع. blog posts may use bullet points بتستخدم النقط or lists to make the information clearer او قايمة علشان تخلي المعلومة اوضح. هنحل المقال الاول، بعد كده هندخل على القطعة. modern means هنا معناها وسائل. modern means of communications play a vital role in our recent life and we can't do without them. طيب means of communications يعني وسائل الاتصالات، يبقى تلعب وسائل المواصلات اكيد لا، يبقى وسائل المواصلات هتبقى غلط. وتلعب وسائل الاتصالات الحديثة دورا حيويا في حياتنا recent life حياتنا الحالية. we can't do without them. ولا يمكن أن نستغنى عنها.
طيب we can't do without them. كان هنا مش معناها يستطيع، هي معناها can't do without them يعني ولا يمكن، يبقى ولا نستطيع غلط. وبيقول ونستطيع، هو اصلا ما بيقولش ولا نستطيع، هو بيقول ونستطيع، لا يبقى نستطيع يبقى غلط. ماشي، لكن لو كانت جايه لنا ولا نستطيع والجمله كلها صح كانت ممكن تمشي عادي، يعني كانت هنا تمام. بس لو كانت اصلا جالنا ولا نستطيع والجمله كلها صح، لكن هو بيقول ونستطيع ان نستغنى عنها، لا هو بيقول كانت يعني ولا نستطيع او ولا يمكن. ماشي. طيب يبقى تلعب وسائل الاتصالات الحديثة دورا سنويا غلط، هي بتقول vital role يعني دور حيوي، يبقى سي. طيب إن بناء مجتمعنا المعاصر يتطلب توحيد جهود كل أبنائه المخلصين. building our modern society يبقى بيتطلب، يبقى عندنا requires acquires inquire أو requires برضو. طيب احنا عندنا كلمة يتطلب بتيجي بمعنى ايه؟ بتيجي بمعنى require. طيب وعندنا letter D identifying هو بيقول توحيد. طيب توحيد معناها unifying، انما identifying يبقى غلط. the efforts of all its faithful sons. طيب احنا عندنا acquire بمعنى يكسب و inquire بمعنى يستفسر. طب يتطلب معناها require، يبقى letter A هي الصح. ماشي. هندخل على أسئلة القصة. يبقى how does punctuality define Fogg's character يعني كيف بتعرف الدقة في المواعيد شخصية فوج. ليه؟ it shows that he is extremely precise and organized. اكتبوا الكلام ده ورايا. he lived او انتوا كده كده الاسئله دي كلها موجوده في الملزمه عندكم، فانا مجرد ما اقول لكم الاجابه انتوا تفتكروها وتروحوا تجيبوها من الملزمه. he lives his life like a clock doing exactly the same things at the same times every day. 2 why was detective Fix determined to follow Fogg. ليه؟ because Fogg matched the description of the robber who stole a lot of money from the Bank of England and Fix wanted to reward. ماشي. بعد كده عندنا ال rewrite I am taller than Adam. أنا عايزة أحط كلمة tall. ماشي، أنا أطول من آدم فأنا عايزة أحط كلمة tall بس، يبقى هقول آدم is not as tall as me. أنا علشان أحط الصفة زي ما هي بحطها ال as والصفة وال as صفة as. طيب أنا أطول منه فأنا مش هينفع أقول آدم is as tall as me، لا يبقى أنا هقول آدم is not as tall as me. ماشي، يعني هو مش نفس طولي. طيب perhaps عمر will come first. probably عايزة أحط كلمة probably، يبقى عمر will probably come first. يبقى هنحل القطعة. in Egypt the tourism industry has become to hold a position of great importance lately. يعني في مصر أصبح لصناعة السياحة أهمية كبيرة في ال great importance lately يعني مؤخرا. it's felt that it could help increase the national income and provide the youth with more work opportunities. حيث يعتقد أنها يمكن أن تساعد في زيادة الدخل القومي وتوفير المزيد من فرص عمل للشباب. In some European countries tourism has brought in millions of dollars yearly. في بعض الدول الأوروبية تجلب السياحة ملايين الدولارات سنويا. Also they lack the natural and historical attractions we have in Egypt. على الرغم من افتقارها للمعالم الطبيعية والتاريخية اللي احنا بنمتلكها في مصر. we could for instance set up tourist villages for children on the Red Sea. يمكننا على سبيل المثال إنشاء قرى سياحية للأطفال على البحر الأحمر. ماشي.
We could teach fishing, swimming, diving and sailing there another good and sailing there. ماشي. يبقى حيث يمكننا تعلمهم ايه الصيد والسباحة والغوص اللي هي الدايفنج and sailing there والإبحار هناك. Another good idea would be a village near the pyramids or in the New Valley for horse riding. يبقى هناك فكرة جيدة أخرى هي إنشاء قرية village near the pyramids قريبة من الأهرامات أو في الوادي الجديد New Valley الوادي الجديد. ليه بقى؟ لركوب بالقرب من الأهرامات لركوب الخيل. And what about villages for people with health problems like and what about villages for people with health problems like rheumatism. يعني وماذا عن القرى المخصصة للأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل صحية زي ايه؟ زي الروماتيزم. The warm dry climate of Aswan and حلوان would certainly help them get better. يبقى في المناخ الدافئ والجاف في أسوان وحلوان هيساعدهم على التحسن. This is called curative tourism. يعني وهذا ما يسمى بالسياحة العلاجية اللي هي curative tourism. Our tourists today want efficient and friendly service. يعني يرغب السائح اليوم في خدمة فعالة وودودة. He would probably prefer to try out samples of our local foods than to eat the international meals. يبقى من المحتمل ان هو يفضل تجربة عينات samples يعني عينات of our local food من طعامنا المحلي than to eat the international meals بدل من ان هو يتناول الوجبات العالمية. Meals which are served in some places اللي هي بتتقدم في بعض الأماكن. This would be more interesting than having the same things he always eats in his own country. يعني ده هيكون أكثر يعني interesting أكثر إثارة من تناول نفس الأشياء اللي بياكلها دايما في own country في بلده. It must also be remembered that most tourists nowadays are seldom rich. يجب أن نتذكر أن معظم السياح في هذه الأيام نادرا ما يكونوا من الأثرياء. يبقى are seldom rich يعني نادرا ما يكونوا من الأثرياء. Many of them are students or hard-working employees. يبقى فالكثير منهم طلاب أو موظفون مجتهدون. So what is needed is not expensive hotels but clean, comfortable places to sleep and eat and at reasonable prices. ماشي. فإن المطلوب ليس فنادق اللي هي فاخرة أو بل هم عايزين ايه؟ أماكن نظيفة ومريحة للنوم وتناول الطعام بأسعار معقولة. يبقى reasonable prices يعني أسعار معقولة. This too would encourage Egyptians to travel more and more around their lovely countries. This is called home tourism. يبقى وهذا أيضا من شأنه أن يشجع المصريين travel more and more إن هم يسافروا around their lovely countries يسافروا في جميع أنحاء بلدهم الجميل. وهذا ما يسمى بالسياحة الداخلية اللي هي الهوم tourism. The main idea of this passage is هي ايه الفكرة الرئيسية في القطعة دي؟ ways of developing tourism industry. طرق ان احنا developing تنمية التوريزم صناعة السياحة. طرق ان احنا هو عمال يديك في ان انت تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا. يبقى ايه المين ايديا في ان احنا نطور صناعة السياحة. home tourism means
اللي هي الايه، قلنا اللي هي الايه، السياحة الداخلية. means ايه؟ people traveling around their own country. ماشي، دي اللي هي الايه، السياحة الداخلية او سياحة الوطن، ان هم بي traveling او around their own country. to attract more tourists you should، علشان تجذب سياح اكتر، try samples of local food، ولا serve international meals in our restaurants، ولا establish expensive hotels، ولا provide efficient and friendly service. ان انت provide، ان انت تطور efficient and friendly service، خدمات فعالة وودودة. اكيد مش كل حاجة الاكل، فان انت تطور ان انت تجذب السياح، اول حاجة انت هتعملها الخدمات الودودة والفعالة، اللي هي بتضمن ايه بقى، ان انت تقدم لهم طعام محلي وكل ده. In what way does the climate of Aswan and حلوان help people with health problems? It makes them feel better، بيساعدهم اللي هم بيبقى عندهم مشاكل صحية. The writer thinks that we could encourage Egyptians to see more of their country by a، يعني the writer thinks، بيفكر that we could encourage Egyptians، ان احنا ممكن نجذب المصريين to see more of their country by ايه بقى، lowering hotel prices، ان احنا نقلل من اسعار الاوتيلات. ماشي. The writer says that most of our tourists today are ايه بقى، rich ولا disabled ولا poor ولا business؟ يبقى poor، فقير. ليه؟ لان هو بيقول المعظم دلوقتي seldom rich، يبقى seldom، يبقى most tourists nowadays seldom rich، يعني الاغنياء نادرين جدا. ماشي. ف most of our tourists today are، مش هيكونوا rich، المعظم بيبقوا فقراء او الاغنياء قليلين. The underlying pronoun they refers to they فين؟ طيب هو يقصد على they دي اللي هي بيتكلم على ايه؟ in some European countries tourism has brought in millions of dollars yearly although they lack the natural and historical attractions. يبقى they هنا بتعود على ايه، او بتريفرز على ايه، على ال European countries.